بتوفر امان، بتدي درس للعيبه. انت زي ما عالجت علي معلول سنه وهو ما كانش هيجدد وجددت له السنه عشان تعالجه، وده درس، ده درس مهم. اللي بيتعمل مع رمضان صبحي درس. انا اول واحد قلت لكم يا ريت الكابتن سيد ابو حفيظ وهو بيتكلم مع ديانج يقول له ايه اللي بيتعمل مع فيلافيو، ايه اللي بيتعمل مع جilberto، ليه استاد النادي الاهلي وهو بيعمل الدعايه والاعلانات عنه جilberto موجود، فيلافيو موجود، مانو جيزيه موجود، النادي الاهلي ما بينساش اللي اداله. اذا كان اجنبي او اذا كان مصري، ما الكابتن شط اهو موجود، ما زال بيخدم في النادي الاهلي. الصور دي وانت رايح حتى تتفق مع لاعب، لا بتوفر لك مسافه للتفاوض وللكلام. زي ما كل مدير فني اجنبي جاي النادي الاهلي زي ما هو بيسمع ان الاهلي بيغير مديرين فنيين، لكن كمان هيسمع ان كل اللي اتغير مفيش مشاكل ما بين النادي الاهلي وما بينه ماديه. ده يفرق طبعا. الحاله النفسيه والمعنويه لرمضان صبحي تفرق ببيان النادي الاهلي